وانا طالع من الجيم قريت جمله مهمه كده، قلت والله العظيم اقول لكم عليها. ايه هي الجمله دي بقى يا عم خالد؟ بيقول لك ايه بقى؟ لا تاكل اكل طائر وتحلم ان تكون ديناصور. يعني ما تاكلش اكل عصفوره وتبقى عايز تبقى جسم وبتاع وفت وكده، لا لازم تاكل. فانا ربطت الجمله ديت بحاجه تانية. ايه هي بقى الحاجه دي؟ حته ان ممكن في واحد يجي في دماغه يقول لك ايه، انا بصراحه نفسي ربنا يهديني، وهو في حقيقه الامر ما بيصليش اصلا. فانت منين هيجي لك الهدايه وانت اساسا ما بتصليش؟ انت اصلا ما بتدخلش المسجد، هتجي لك الهدايه ازاي؟ انت اصلا ما بتمسكش المصحف بتاع ربنا وتقرا فيه شويه، هتجيلك هدايه ازاي؟ فابدا اتحرك، وري ربنا منك خير. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ربنا بس يشوف ان انت عايز، ويشوفك ان انت رحت المسجد وان انت بتصلي واتوضيت ومسكت المصحف كده، انت عايز، فهتلاقي ان شاء الله ربنا هيهديك. خليك سباق، خليك مبادر. وعلشان كده برضو لو انت عايز تعمل فورمه وبتاع، كل اتمرن وكل. مش اكيد مش هتتمرن بس وتلاقي نفسك بقيت فورمه، لا لازم تمرين ولازم اكل. ففي حاجات انت بتعملها عشان خاطر توصل للحاجه اللي انت عايزها. هكذا الهدايه، في حاجات انت بتعملها علشان خاطر توصل للهدايه.